مرحبا، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. اليوم عملت لكم معمول بالتمر، السميد والطحين مع بعض سوا على طريقتي الخاصة وبعجينة كتير رهيبة وراح تعجبكم كتير. شايفين النتيجة كتير ممتازة، طلعت معي هشة وطرية وفي نفس الوقت بتدوب في التم. وخليكم معي لآخر الفيديو لتشوفوا الطريقة. في البداية رح أبس الطحين مع السميد، وهاي الخطوة رح أعملها قبل بيوم، يعني بالليل. المهم يكون أقل لا يقل عن 12 ساعة. تخدمي كاسة تعايري فيها بكل مقادير العجينة، أي كاسة عندك، المهم هي تضلها نفس الكاسة اللي رح تستخدميها بكل مقادير العجينة. طبعا المقدار اللي أنا رح استخدمه مقدار كبير حوالي 3 كيلو، فأنت ممكن تعمل مقدار أصغر من هيك، فبتستخدمي نص الكمية اللي أنا بحطها. أنا طبعا عشان أستحط حوالي 3 كيلو، هون حطيت حوالي بالكاسة بالمعيار 14 كاسة من الطحين، وحطيت هون حوالي 6 كاسات من السميد الناعم، ضروري السميد الناعم، وراح حركهم مع بعض بشكل منيح السميد مع الطحين بهذا الشكل. وهلا راح اضيف السمنة. طبعا انا السمنة والزيت راح اضيف الزيت النباتي والسمنة، لكن انا هنا السمنة راح احطها بكمية اكتر من الزيت. وكل ما كترتي انت السمنة، يعني لما تيجي تحطي السمنة والزيت بدك تعايري السمنة اكتر من الزيت، يعني كل ما كانت كمية السمنة اكتر من الزيت افضل. فأنا حطيت هون على حسب المقدار اللي أنا هستخدمه، حطيت حوالي 4 كاسات من السمنة وكاستين ونص من الزيت النباتي. فيك تحطي انتي السمنة أكتر من الزيت النباتي. أنا ما كان عندي سمنة أكتر من هيك، فحطيت 4 كاسات من السمنة وكاستين ونص من الزيت النباتي، وبرضو طلع كتير روعة. طبعا أنا هاي الطريقة راح أعملها طريقة البس، هاي قبلها بيوم بليلة بتكوني انتي عاملة الطريقة هاي، أو على الأقل إنه يكون 12 ساعة بتبسيه بهذا الشكل. فهاي طريقة البس اللي أنا بستخدمها. طبعا انتبهوا لحركة الإيد كيف أنا بحرك. أول شي طبعا أنا هون بحرك كل المكونات مع بعض حتى يندمجوا الطحين والسميد بالسمنة والزيت النباتي. وطبعا أنا مش هعمل طريقة العجن المعتادة، لا رح نبسها بهذا الشكل. هاي طريقة البس بهذا الشكل، كأنك بتفركي بتاخديها بالكفين وبتعملي بهذا الشكل. هلا بدي انوع على شغلة وتنتبهوا لإلها، انه انا السمنة لما حطيتها لازم تكون طبعا بتسيحيها على النار وما تحطيها وهي ساخنة، بتستني عليها بتحطيها على جنب حتى تصير دافية، وبتضيفيها على العجينة. تمام، لأنه إذا حطيتيها ساخنة تعطي النتيجة مش منيحة، مش هتكون طرية معكم. فانتبهوا لهاي الشغلة كتير منيح. هلا أنا بسيتها، طبعا البس بتكون لمدة 10 دقايق، يعني ما تقل عن 10 دقايق. وهلا راح أتركها طبعا ترتاح لمدة ليلة. طبعا إحنا في الجو الحر حنتحطها بالثلاجة، وكل ساعتين بنطلعها وبنصير نبسها بهذا الشكل. وإذا كان الجو طبعا بارد ما في مانع تخلوها برا وتتركوها، وكل ساعتين بتبسوها، وبتعطيكم كل ما أنتوا بسيتوا أكتر كل ما أعطتكم نتيجة أفضل. وهلا راح اضيف المكونات. اول مكون راح احط اللي هو الكلفة، حوالي 7 معالق كبار. طبعا الكلفة اذا مش متوفرة او مش عارفين تجيبوها، فهي مكونة من اليانسون والشومر، بتخلطوهم مع بعض بالخلاط وبتعملوهم بشكل ناعم. وبتضيف المكون الثاني اللي هو السمسم، بتحطوا حوالي انا حطيت 6 معالق كبار من السمسم، وحطيت 5 معالق كبار ونص من الحليب البودرة.
وهلا رح ضيف 3/4 كاسة من السكر المطحون، لازم يكون السكر مطحون، ومعلقة صغيرة من الخميرة، و4 باكيتات من البيكنج باودر. على هذا المقدار 4 باكيتات لازم تحطه. والسكر طبعا انت فيك تضيفي اكتر من هيك اذا حابه يكون حلو اكتر، بس انا بالنسبه إلي حاساه هيك مناسب اكتر، طعمه كله هيك مع حتى مع لما تيجي تعجنوه وتحشوه بعجوة التمر حيكون مناسب لإلكم اكتر. اللي بحب اكتر زيادة بالسكر يضيف سكر، يحط كوب، بس المناسب 3/4 على هذا المقدار. وطبعا انا بحركهم بخلطهم مع بعض بهذا الشكل، ما بعجنه، انتبهوا مش رح اعجنه كطريقة العجن. انا عجنتها هون بمي اليانسون. طبعا المي اليانسون الدافية لازم تكون فاترة ودافية. طبعا اول شيء انا غليت اليانسون، حطيت المقدار كمية حوالي معلقة ونص كبار من اليانسون على كوب او كاسة ونص من المي، وغليتها شوي، وبعدين صفيت اليانسون منها الحب وطلع معي طبعا مي صافية، وتركتها على جنب حتى تصير دافية، وعجنتها بهذه الطريقة. طبعا لما تيجوا تعملوا طريقة العجن لازم تكون العجينة بطريقة اللقط زي ما انتوا بتشوفوا بحركة اليدين اللي انا بعملها. طبعا انا هان بكور بشوف هل هي بحاجة للمي ولا لا، بلاحظ ان هي بحاجة لمي اليانسون كمان مرة. طبعا انا هان احتاج معي هذا المقدار حوالي كاسة ونص، فانا بريحكم المقدار هذا بالضبط بده كاسة ونص. فيك تضيفي شوي كمان لكن اكتر من هيك لا، هو رح يكور معاكي بعد كاسة ونص. بس انا بفضل انه لما تيجوا تعجنوا بالمي اليانسون لازم تعجنوا تحطوا المي بالتدريج وحسب الحاجة. لما تلاحظوا انه العجينة تماسكت وكورت معكم هيك بتكون العجينة صارت جاهزة. وزي ما حكيت لكم لازم وانتوا لما بتعجنوا ما تعجنوها طريقة العجن المعتادة، لازم بطريقة اللقط. هلا انا صارت معي العجينة متماسكة وكورت معي بهذا الشكل وصارت مناسبة اني اعمل الطريقة والخطوة اللي وراها. ويلا نشوف مع بعض شو رح نعمل. طبعا هنتركها ترتاح شوي ونبدأ نعمل الشغل التاني. طبعا انا بكون هنا مجهزة عجوة التمر معجونة وجاهزة عندي. حطيتها وحشيتها بجوات فتحت. طبعا هون انا اخذت كورت العجينة، وكل كورة طبعا أنا بفتحها بهذا الشكل وبحشي جواتها العجوة التمر. لازم تكون عجوة التمر هنا كمية مناسبة مع العجينة بالضبط عشان الطعم يكون مناسب، ما تكون قليلة، تكون كمية كويسة. وعملتها بطريقة الكعك اللي هي الأساور. وهي الطريقة رح أعمل طريقة المعمول. طبعا طريقة المعمول هنا بتفتحيها بهذا الشكل وبتحطي الكورة من العجوة التمر، تكون طبعا مناسبة لا قليلة ولا كتيرة. ولازم انه نمدها بهذا الشكل عشان العجوة عجوة التمر تتمدد واحنا بنكورها بهذا الشكل تتوزع تمام، وتعطي ان تحسوا انتو طبعا كل الطعم يكون بالعجوة. وبكورها بهذا الشكل. هاي طريقتي في عمل المعمول، طريقة ممتازة. وبحطها بالقالب المناسب هذا. طبعا انا حطيت هون النايلون اللي هو الستريتش بهذا الشكل على اساس انه على طول تقلب معي ما تلزق. وبمدها بطبها بهذا الشكل وبمدها وبخليها متساوية. ولازم طبعا نضغط عليها شوي حتى النقش يبين معي بهذا الشكل. شايفين ما احلاها؟ وراح كمل باقي العجينة بنفس الطريقة وبنفس الخطوات اللي أنا عملتها. راح أعمل منه معمول بهذا الطريقة وبهذا الشكل. والشكل الثاني اللي هي طريقة شكل الأساور اللي طريقة الكعك المدور.
وهيك أصبح عندي جاهز. عملت الشكلين، الشكل المعمول والشكل الثاني شكل الأساور اللي هو على شكل دوائر الكعك المدور. وراح ستويه طبعا وحطه بالفرن يتحمر معي. طبعا قبل كل شيء لازم بصينية الفرن تحطوا تحته ورق الزبدة، ضروري تحطوا تحت الكعك المعمول. الكعك المعمول تحته ورق زبدة بالذات لما يكون بالسميد والطحين حتى ما يتلزق معكم. وهيك صار عندي الكعك جاهز، وإن شاء الله يكون الفيديو اليوم عجبكم، وبستودعكم وكل عام وانتم بخير.